مبادرة فاعل خير العيون جمعية شبابية أسسها ويسيرها شبان كلهم طموح وأمل في غد أفضل لمحتاجي مدينتهم. لأجل ذلك أخذوا على عاتقهم غمار تجربة تنظيم موائد إفطار جماعي طيلة أيام شهر رمضان الأبرك، استعدادات يومية لهؤلاء الشباب على قدم وساق بغية إعداد وجبات رمضانية متنوعة انطلاقا من المؤونة اليومية التي تتوصل بها الجمعية من طرف محسني مدينة العيون. هو النشاط اللي كيكون اكبر تحدي بالنسبه للجمعيه، والحمد لله العام اللي فات خدمنا عليه كان لقى اقبال ونجحنا فيه الحمد لله. كان استادوا معنا 100 شخص على طول رمضان. رفعنا التحدي ل 200 شخص اللي فيها لحد الساعه، وكاين انشطه اللي غتكون مورا رمضان. لو كانوا الوليدات كلشي والناس كلشي كيديروا هادشي اللي كيديروا هاد الوليدات راه ما شاء الله ما يبقى حتى شي واحد خصها شي حاجه، وما يبقى حتى شي واحد لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني هادشي اللي كيديروا هاد الوليدات كيفرح، الله يسهل عليهم. مبادرة إنسانية استفاد منها ما يقارب 140 شخص من الفقراء والمحتاجين وأفارقة من دول جنوب الصحراء، رسمت على وجوههم البهجة والسرور والإحساس بمعاني التآخي والتعاون في هذا الشهر الفضيل. وحنا في اجواء افطار، يعني اجواء رمضان، في نشاط اللي كنسموه مشروع افطار الصائم. حضرتوا معنا في التحضيرات اللي هي تحضيرات اعتياديه، يعني كيفاش كتبريباري، كيفاش كتبريزونتي المائده الرحمن. مبادره مستقله، يعني من هذا المنبر كاع كنطالبوا التماسات ولا التفاتات الجهات المعنيه، يعني الجهات المسؤوله اللي كتدعم. يعني تبارك الله العيون راه يعني عدد الجمعيات راه عدد فائق، والدعم يعني مبادرة فاعل خير العيون مع مرة استفادت من شي دعم اللي هو ملموس. فعلا أشكر الله وأشكر كافة الشعب المغربي على المبادرات الحالية في رمضان. أنا جد سعيد لأنني آتي إلى هنا كل مساء من أجل الإفطار مع كامل احترامهم لنا. أنا جد معجب بالمغاربة لأنهم يحبون المهاجرين بكل صراحة. les choses fashionables parce que les Marocains ils aiment les immigrés franchement. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa atina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. جهود الجمعية الخيرية العديدة من حملات ومساعدات في شهر رمضان الأبرك، وذلك بغية تحفيز المجتمع المدني والجهات المسؤولة لمد يد العون من أجل إنجاح هكذا مبادرات.